مريضة من محافظة ثانية، كانت تشكو من ضعف أو شلل كامل بالأطراف السفلى. طبعا الأعراض مالتها تطورت خلال يوم واحد، أو بعد مراجعة المستشفى الإمام الحجة الخيري وإجراء الفحوصات اللازمة، تبين أن المريضة تعاني من التهاب في الحبل الشوكي. وطبعا مثل هيك حالات تحتاج إلى فحوصات متقدمة وعمليات تسمى عملية غسل البلازما أو تصفية البلازما. طبعا هي متوفرة في مستشفى الإمام الحجة. أجري المريضة 5 جلسات. في بادئ الأمر المريضة كانت يعني شلل تام، عدم القدرة على الحركة. بعد ثاني غسلة كان هناك تحسن تدريجي في حالة المريضة، بدأت تحرك أطراف الأصابع الأطراف. ومرور الأيام يعني تقريبا وراء ثالث إلى رابع غسلة بدأت المريضة تحرك ساقيها. لا، بدون سابق انذار، فجأة كل شي ماكو، رأسي ورجلين انشلت خلال ثواني، وراها بعد ما أقدر أمشي. نقلوني مستشفى بالهلا، بس انطوني علاجات وما سووا لي أي شي. وبعدين تواصلنا ويا دكتور خطاب هنا، دخلوني أول يوم سووا لي غسل بلازما. أثناء غسل البلازما أنا قدرت أتحرك، رجلي كانت ما تتحرك.